مفيش حاجه اسمها احزاب مدنيه بصراحه. انا كلمه الاحزاب المدنيه دي بتعصبني. انا مش زي احمد شفيق. مش زي احمد شفيق. حكايه الاحزاب المدنيه والاحزاب الدينيه والاسلاميه دي من الحاجات اللي ضيعتني. وده مش معناه ان احمد شفيق هو حر لو عايز يشتغل في السياسه، وناس تانية كتيره حره. انا ساعات كنت بقول انا مش هقدر اتحالف مع فلان الفلاني او التيار الفلاني، فكانوا بيشتموني. ده هو حقه انه يمارس عمل سياسي، زي ما حق في احزاب اسلاميه ما مارستش العنف ان هي تمارس عمل سياسي. وانا بقى موضوع الفلول والفل والياسمين والكلام ده، انا كل شخص مؤمن بقواعد العمل السياسي ولم يرتكب عنف وما ارتكبش قضايا فساد، وطبعا مش موضوع احكام القضاء والكلام ده، انا مع انه يمارس العمل السياسي. وان كلنا من اول احمد شفيق لحد الاحزاب الاسلاميه اللي مش مقرره تنتهج العنف لازم نحط قواعد للعبه السياسيه. زي كده ما ال 16 فريق بتاع الدوري العام بيتفقوا يحطوا قواعد اللعبه ايه. بعد المذبحه بتاع بورسعيد كده كلهم كانوا بيعيطوا عشان الكره ترجع، فبيحطوا قواعد اللعبه. بعد كده بيتخانقوا مع بعض. انا ممكن اتخانق مع شفيق واتخانق مع العيش والحريه، بس طبعا خناقتي مع شفيق مختلفه عن خناقتي مع العيش والحريه. حزب خد قرار بالمشاركه في الانتخابات، انا مش هقول انا قراري ايه لان خلاص انا امين عام الحزب والحزب خد القرار خلاص. انا رحت ندوه في العيش والحريه من 3 أسابيع كنت بدافع عن المشاركه في الانتخابات بقوه. انا مش هقدر اعمل ده دلوقتي بعد قتل شيماء، مش عشان شيماء من طريق قريب مني، ولا بعد الحكم بتاع دوما ده النهارده. مش هقدر، يعني انا مش هقدر اقول نفس المبررات اللي كنت بقولها على فكره المشاركه في الانتخابات. لا، هناك حدث جلل لقتل شيماء الصباغ، وانا بقول بمنتهى الصراحه ايا كانت خلافاتنا مع النظام اللي موجود ده ان الناس في مصر عايزاه. الناس في مصر عايزاه لاسباب يطول شرحها، الناس في مصر عايزاه لانه ما فيش احسن من كده، الناس في مصر عايزاه لانها ضربت بقالها 4 سنين كفر العيشه اللي لبستهم لناس زينا، الناس في مصر عايزاه لانها شايفه ان الوضع الدولي اللي موجود دلوقتي يجيب زي الزفت، الناس في مصر عايزاه لان الاخوان المسلمين ربنا ينتقم منهم وصلونا لكده. حاجات كتيره خلت الناس تقول انه اللي ما كانش بيقبلوا الناس قبل 2011 ولا اللي عملته عشان نزلت علشان الناس في مصر، وانا مش اللي بغير. دايما في ناس كده تكتب لي على الفيسبوك تقول لي انتوا ما بقاش عندكم دم، انتوا كنتوا بتقولوا على الاخوان. احنا ما بقى مش احنا اللي مشينا مبارك ولا احنا اللي مشينا مرسي. اللي مشى مبارك الناس واللي مشى مرسي الناس، واحنا جزء من الناس. يعني انا دلوقتي ابقى راجل اهطل واهبل لما انزل اقول للناس يلا بينا نعمل مليونيه نسقط النظام، الناس مش هتنزل معايا.